من الجنوب للشمال، من أفريقيا للسنغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد أيمن. النهاردة عندنا حلقة جديدة من سلسلة مهنة لاعب، والآن هنبدأ سلسلة جديدة علشان السلسلة اللي فاتت السيف ذات بتاعها اتمسح زي ما قلت لكم. والآن حلقة جديدة وسلسلة جديدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا الآن هنبدأ. الجنسية اختارها هولندي، ما اخترتهاش قبل كده ابدا. هنبدأ في البريمير ليج، والمركز الاساسي جناح، ويلعب اس وسيف بديل. والان هنروح لشكل اللاعب. لتسريحة الشعر وحشة دي، انا ممكن اخليها لا برضو حلوة تسريحة الشعر 100%. ويلا بينا الان. طول اللاعب اخليه 1.73 متر، وزنه 60 كيلو. ويلا بينا الآن معانا 20 نقطة. حطهم كلهم في الفاولات علشان يبقى قوي في الفاولات. ضغط 81 على كده. والنجم حطتها في الدريبلينج، وهيركز تطور بسرعة في السرعة. دي الصعوبة اللي هنبدأ بيها. ويلا بينا الآن على المباراة الخيرية أو الودية. والآن هجمة عند أحمد توكس، دي تقدم حلوة 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 حلوة، والتسديدة قوية يا رباه. حلوة التسديدة، بص قوية على الحارس لكن في النص، والحارس صد. ولكن ركنية خطيرة خطيرة، والعرضية حلوة حلوة، والرأسية لكن من المدافع وليس المهاجم. وتشتيت كرة عالية ترجع مرتدة خطيرة خطيرة. الكرة كرة خطيرة. حاول عدى وراح. تقدم كاسترو ويتقدم، والتسديد يا الله. الحارس يتألق من جديد، يلعب قبل ما يسفر. يلا روح روح، ما تسفرش حكم. ولا انتهى الشوط الأول. جول 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 جول. أحمد توكسي دي فجرها، ويضرب صاروخ من خارج المنطقة. الله الله على الهدف. بص الله على التكنيك والعالمية. وتقدم وراح واضرب. اضرب يا بطل العالمي. الله الله على الهدف. بص شوف صاروخ. حلوة حلوة الكرة. وان شاء الله عرض قوي من البريمير ليج. كرة خطيرة خطيرة حلوة. يلا العب تاني. يلا يلا. وهي والتسديدة حلوة حلوة. اوب اوب اوب، كيف ضاعت يا ربي، انها قريبة جدا. والآن انتهت المباراة بنتيجة 1-0 بهدف عالمي من أحمد توكسدي، وهو أكيد رجل مباراة بتقييم 7.5 من 10. وهنشوفوا الثلاث عروض المقدمين لنا: نيوكاسل، ساوثهامبتون، وبورنموث. وأكيد طبعا كل واحد لنيوكاسل، وعندهم الأجهنة ضعيفة شوية. ويلا بينا إلى نيوكاسل الآن. وهيدوني رقم كام؟ أنا هاخد رقم 7، رقمي المفضل. عطوني رقم 26. والآن هغير الرقم إلى رقم 7، هاخده من جولينتون. ويلا بينا الآن. عندنا مباراة ضد فولهام في الدوري، وماتش ضد برايتون وضد السيتي. ممكن نختمه بالحلقة، أو ممكن ماتش توتنهام، مش عارف الصراحة. ويلا بينا الآن على المباراة ضد فولهام. أنا أكيد مش أساسي، وهنزل لكم، هرجع لكم بعد ما ينزل. والآن نزول أحمد توكس دي في بداية الشوط الثاني على طول، ومنزل لي جناح أيمن RW. جول 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 جول. الله، أحمد توكسي يضربها في شباك فولهام. الله الله، أول مباراة وينزل كبديل ويسجل. الله على الهدف، هدف ولا أروع. ما هذا الهدف يا إلهي، من غير ولا اسيست. حلو حلو، كان هيخطف الكورة وهيعمل خطورة المرة التانية. يلا، كرة راحت له مرة أخرى.
يحاول يعدي لكن الدفاع تدخل. كرة خارج الملعب، ملعوبة عند أحمد توكسيدي يتقدم، يحاول يعدي. حلو، يا سلام. الله الله. أوب 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 أوب. هي هي يا ربي، حلوة حلوة، خطير، مرتدة خطير. ولكن كرة ترجع تاني لفولهام، ولكن حلو الدفاع تدخل. العب، روح، انطلق يا بطل، روح. والآن انتهت المباراة وخدنا 3 نقط. والآن رجل المباراة أكيد أحمد توكسيدي، أعطاهم 3 نقط الأولى لهم في الدوري، وأداء رائع متميز له في أول مباراة، وله مستقبل كبير، 17 سنة بس. ويلا بينا، الآن عندنا مباراة ضد برايتون، وأنا برضو مش أساسي، بديل. يلا بينا، هرجع لكم لما أنزل كبديل. والآن أخيرا نزول أحمد توكسيدي مكان ويلسون كراس حربة، نزلني قبل نهاية الشوط الأول. وكرة خطيرة عند برايتون، خطير، عرضية عالية وخطيرة، خطير. ما زالت الكرة مع أوب أوب أوب. خلاص صفر يا حكم، وانتهى الشوط الأول. وهجوم من برايتون خطير، كرة خطيرة، خطير لالانا، خطير. ولكن الدفاع تدخل. حلو، العب العب يا أخي، العب. حلو، توصل عند أحمد توكسيدي، حاول يلعب باص لكن تغبط في اللعيبة. ترجع تاني عند برايتون. خطير برايتون في هذه المباراة، وخصم ليس سهل. والباك يتقدم، يحاول يعدي لكن معرفش يعدي. حلو، يلا. والباك مع الكرة، خطير. آخر هجمة، آخر هجمة وآخر ثانية. لا لا، حلو حلو، لا 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 لا، ما زالت، ما زالت خطير. نقطة أحسن من بلاش. وانتهت المباراة. حلو حلو، نقطة تعادل أحسن من خسارة. ورجل المباراة لانجوستاف، خط تقييم 6/10، أنا كويس مش وحش. والآن المباراة المنتظرة ضد مانشستر سيتي في الدوري. ويلا بينا، وأنا برضو مش أساس، أتوقع آخر ماتش ده وأبقى أساس بعد كده. ويلا بينا، هرجع لكم لما أنزل. والآن هجمة من السيتي، خطير. ولكن الكرة ترجع عند إسحاق، يتقدم، خطير. والآن فاول، جول 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 من هالاند السفاح، للأسف يضرب شباك المرمى. جريليتش كان مع الكرة، لعبها، حاول ازاي خدها من المدافع هالاند، انا مش عارف. طب ازاي سبتها له؟ واكيد طبعا الحارس ملحقش يصدها وسكنت الشباك في ماني. والآن نزول السفاح الدباح العالمي الأسطوري أحمد توكسيدي يتقدم. حلو حلو، ريكي بويتش من برشلونة. ترجع الكرة عند جريليتش، لا لا، حلو، امسك. كرة يبدأ الآن الشوط الثاني. الكرة عند أحمد توكسيدي يتقدم، حلو، لكن للأسف مقطوعة من رياض محرز، خطير. حلو، العب يا أخي، العب قبل ما جندوجان خدها. والآن وعرضية يتقدم، خطير، وعرضية لكن مش معدية، حلوة. ترجع عند كانسيلو، كانسيلو خطير. ريكي بويتش، جندوجان، جريليتش مع الكرة، خطيرة، والتسديدة حلوة. وركنية الآن، ويتقدم للعب العرضية الميرون، والتسديدة بالرأسية لكن ضايعة من جوليانت. والكرة الآن خطيرة عند السيتي ولكن مقطوعة. العب يلا، هي دفاع شديد، جو. كرة عند دي بروين، يلعبها الجريليتش، يتقدم، عدى، والتسديدة هدف. هدف خلاص. طالما موجود هالاند يبقى هدف، وعالمي كمان من هالاند، جات له على الجاهز. تسديدة من جريليتش حلوة الصراحة، كان المفروض تخش هدف. الحارس لسه هيمسك الكرة، تضرب هالاند في الشبكة ولا ترحم. نتيجة الآن 2-0. لو كان 1-0 كان ممكن نحاول نتعادل، ولكن الآن هالاند دمر
أحلام مشجعي نيوكاسل واللاعبين. والآن خلاص شبه انتهت المباراة، ولكننا نحاول سنقاتل لآخر دقيقة. يلا روح، هي يا أخي اديني فرصة أعمل أي حاجة. حلو، لا وحش. والآن انتهت المباراة بنتيجة 2-0 بهدفين من هالاند. للأسف أول هزيمة في مسيرة اللاعب أحمد 2XD اللي أخذ تقييم سيء جدا 5.5 من 10 للأسف. والآن ماتش توتنهام المدرب ما ملعبنيش ولا أساسي ولا بديل، فاضطر أعمل سكيب الماتش ونشوف النتيجة الآن. والتطور يزداد في طاقات اللاعب، ده شيء كويس طبعا مش وحش. والآن المتوقع ان النتيجة نتهزم، والآن الحمد لله تعادلنا 1-1. والحلقة القادمة ان شاء الله هنلعب ماتش ضد ساوثهامبتون وارسنال وولفرهامبتون وممكن نوتنغهام فورست، وممكن نختم الحلقة بكريستال بالاس. والآن احب اقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في حلقة قادمة. كان معكم محمد ايمن.